السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في اسعد حال. النهاردة الفيديو للرجال فقط وعن رؤية الحمامات المتسخة. يجي الشخص يقول انا طول الرؤية عايز ادخل الحمام وادخل الاقيه متسخ. تمام، الرمز ده بيختلف من المتزوج لغير المتزوج، وطبعا انا بتكلم تحديدا هنا عن قاعدة التواليت. تمام، قاعدة التواليت انا اسفة جدا جدا للتشبيه، هي تؤول بالزوجة والارتياح لها او لا، مشاكل معاها او لا، حصل حاجه بينكم او لا. لما يدخل الرائي في المنام ويلاقي انه القعده مثلا غير نظيفه، وانه مكان مليان حاجات ومش عارف يقعد وكذا، دي مشكله زوجيه. لو لقى ان هو نظف المكان ده فده تمام جدا، فهنا زوال هذه المشاكل الزوجيه. طب لو لقى ان هو في الرؤيه بيقول لا انا خلاص انا مش عايز الحمام ده، انا هجيب حمام تاني، او انا اشتريت تواليت تاني انا هروح اجيبه، يبقى الراجل ده ممكن اصلا يكون في دماغه يعني استبدال الزوجه، او ان هو خلاص يعني ممكن يحصل حاجه كده ويبقى في زوجه تانية. تمام، طيب ان لقى الرائي في الرؤيه ان هو ان موجود قاعده تواليت وكل حاجه، ولكن بعد ما نظفها وكده ان هي مش مريحه، فهو ده معناه برضو رمز لعدم الراحه مع الزوج. على فكره ناس كتير من اللي عندها اسحار تفريق بتشوف النوع ده تحديدا من الرؤى، ان هي طبعا في تكراره الحمامات المتسخه، ادخل الاقيه مليان قاذورات، مش قادر وعايز اقضي الحاجه في المنام مش عارف. تعرف هنا ان في حاجه تحول دون العلاقه مع الزوجه، وان العلاقه تكون طيبه، ويمكن حتى ما بيحصلش اي علاقه بينا لفترات كبيره جدا، وده بسبب وجود السحر ده، او بوجود تعطيل مشاكل يعني معينه معطله اصلا يعني العلاقه والارتياح، وان انتوا تبقوا منسجمين والكلام ده كله. تمام، اذا لقيت في الرؤيه رمز ان انت محتاج تغسل الحمام، او حد بيغسل لك الحمام او كده، تعرف انت محتاج رقيه، والاغتسال مهم جدا فيها. لو لقيت ان انت في عمال تدور على ميه عشان تنظف المكان ده، لو ما لقيتش تعرف ان انت مقصر جدا في اتباع الرقيه، محتاج تقرا رقيه وتغتسل منها، تقرا على ماء رقيه وتغتسل منها. تمام، مره 2 3 لمده اسبوع لحد ما الدنيا تهدى، لان دي ممكن تبقى عين بينكم، ممكن يكون اثر لسحر. تمام، وبيبان ده بقى من الرؤى. فالرؤيه دي بتكون رمز تعطيل. اهم حاجه فيها تبشرك ان هي خلصت على خير. لو نظفت الحمام تمام، قضيت الحاجه وحسيت انه خلاص كده الحمام بقى نظيف ومفيش اي حاجه، تعرف انه تبشر. لو هي مشكله زوجيه هتروح، لو هي مشكله تخص، لو كان مثلا قضاء الحاجه ده يخص البول بس، تعرف ان هي مشكله تخص العمل وتخص السيوله الماديه وتخص مسيره العمل عندك، يعني يحصل لك حاجه كده مثلا ما تقبضش مرتبين، فلوس مستنيها، عسره بتحصل. لكن اول لما يحصل قضاء حاجه للبول في المنام، هنا تعرف ان خلاص الدنيا هتبقى تمام. وطبعا ان تنظيف الحمام ده اهم رمز في الرؤية، بيدل على زوال الهم، زوال المشاكل، زوال الكرب ده. تمام، هذا والله تعالى اعلى واعلم. اتمنى الفيديو يكون مفيد ليكم. شكرا لكم على متابعتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.